شنو هو الشعور ديالك كأول مرة شفتي حب حياتك؟ شعور زوين ياك؟ اللي بغيت نقول لك هو تعيا طير عمرك تحس بالإحساس اللي عشتو أنا. تخيل معايا تكون غادي حتى تلقى القمر باغي ينتحر، وبطريقة منك قدرتي تقنعو واللي بسبابو غدوي لك حياتك. سميتها ماريا، وهي وحدة من التلميذات اللي كيقراو معايا في القسم. وفي هذا الفيديو غنعاود لكم القصة ديالي معاها وكيفاش بدلات لي حياتي، باش نحطكم في الصورة مزيان. انا مش الشخصيات المملة في هذا العالم، ما عنديش الصحاب بزاف وما كنحملش البلايص المكتظين، تقدر تقول عليا معقد. اما بالنسبة لماريا فكانت بنت مرحة قبل ما توفى لاختها الصغيرة بحديثة، اللي خلاها دابا تولي من اعقد الشخصيات اللي كاينين في القسم ديالي، لدرجة ان حتى والديها ما قدروش يتفاهموا معها من بعد. وهنا غيجي الدور ديالي. بديت كنقلب عليها في مواقع التواصل الاجتماعي وعرفت بالضبط علاش داك النهار كانت باغيه تلوح راسها من داك الجسر، لحقاش تما فين دارت اختها الكسيده. هادشي خلى الفضول يزيد ياكل لي على شخصيتها. ولا غد ليه كاول حصه عندنا في المدرسه غيوقع موقف محرج لماريا، وباش نبعد عليها الانظار درت كارثه اكثر منها. واخا هادشي ماشي من شخصيتي، ولكن الابتسامه اللي خرجت منها ليا خلاتني ما ندمش على هذا القرار اللي درت، بل وليت درت كفس منه. داك الليله حطيت ستوري كنغني فيه ليها، وفي نفس الوقت طلبت منها اتصل بيا في هذا الرقم، وبديت كنتسنى بحال شي حمار عنده الودنين. ولكن في الاخير هادشي غادي ينجح، واتصلت بيا وهي ما حاملاش هذا الموقف. هنا قلت لها ما تاخديهاش مني قلة صواب، واعتبريني بحال شي صديق كيضحك معاك. انا عارفك حاليا ما حاملاش هاد الضحك الباسل، داكشي علاش الا كان عندك الوقت دابا نقدروا نضربوا دويره ونتهاودوا انا وياك على امور الدنيا، نعتبروها كعربون صداقه. شنو بالك؟ صراحه ما ردتهاش في وجهي، واخا كان بيناتنا الهضره قليله بحكم انا اللي كنطرح الاسئله بزاف، ولكن داكشي داز بحلاوته، وقدرت نعرف منها بزاف د الحاجات اللي غنحتاجهم من بعد. ورصينا موعد واحد اخر باش نتلاقاو، وهاد المره غيكون احسن من اللي قبل منه، لحقاش بكل بساطه اختارينا بلاصه بعيده على البشر ومرتاحين. بدينا كنلعبوا بحال شي دراري صغار، وباش نبقاو عاقلين على هاد الذكرى الزوينه قررنا ندفنوا شي تخربيقات كسوفونير لثاني لقاء لينا. من بعد هاد الخرجه وليت كنحس براسي مزيان، لدرجه ان اختي لاحظتها فيا، وهادشي راجع للاحاسيس اللي فيقتهم لي ماريا. في المقابل وليت انا كنحاول نخرجها من منطقه الراحه اللي مسيطر عليها، ونبدلوا الجو انا وياها. وتا هي والديها لاحظوا باللي ولات كترجع لطبيعتها. ولكن اللي ما كتعرفوش عليا واللي عاد تكتشفوا مايا تا هي عن طريق صديقتها باللي انا مريض نفسي، ودرت بزاف د المشاكل في هذه المدرسه، ولصقت فيا على انني حمق. ولا غيستغل هذا الوضع هو واحد الشخص كان صديق مايا قبل ما توقع الحادثه، وحس باللي نقدر نديها له. داكشي علاش بدا كيخرودها عليا، واخا داكشي اللي كيقولوا نصو صحيح، ولكن انا كنتعالج حاليا عند طبيب نفسي. ومن بعد ما تعرفت عليها وليت كنتحسن صرا من الاول. هادشي خلاني نطبق القاعده ديال اللصيق، بمعنى السيف عليها غادي تولي صديقتي. هي كان غير حمق، قصد الدار ديالها وبقيت الليل كامل ناعس في الجرده ديالهم. ومن بعد ما خرجت لعندي قدرت نقنعها مع المساعده ديال والديها باش تمشي معايا لواحد البلاصه نفوجو. وبالفعل حسيت بها بحال اللي ولات كتقبلني المره الثانيه، واخا ركبه في الطوموبيل غتفكرها بالحادثه وغتبدا تبكي، ولكن من بعد ارتاحت اكثر هي ملي وصلنا للبلاصه المعلومه. وكانت المفاجاه هي ارجوحه، كانت غطير بالفرحه منين جرباتها. وهادشي خلاني نفرح حتى انا من بعد ما شفت الضحكه الزوينه اللي ترسمت على وجهها. وفي هذه اللحظه غتنتقل علاقتنا من اصدقاء عاديين لاحباء كيموتوا على بعضياتهم. ولينا كنمشيو لشي بلايص كنت كنمشي لهم غير بوحدي، ومن بينهم الواد اللي كنعتبره جزء مني. وهنا كنجدد حياتي ملي كتضيق بيا الايام، والطريقه هي كنهبط للقاع ديالو، وإلا نجيت كنولي سعيد. اما الا ربي داني لعندو فكنعرف راسي بلي الحياه ما بقاتش باغياني. وهاد المره واخا كنت فرحان بغيت نجرب الحلاوه ديال هاد الشعور قدام ماريا. المشكله انها كانت غتحماق من بعد ما تعطلت في القاع، وتما عرفت بلي هاد الانسانه ما خاصنيش نفرط فيها. استمرت الحياه كما خططنا ليها، حتى غيجي النهار اللي غيتبدل فيه كل شيء. خونا التابع من بعد ما شافني تبت الغرزه مع ماريا جا لوسط المدرسه وبدا كيحاول يوسخ السمعه ديالي قدامها، على اساس اني حمق وقبيح وما نستاهلش وحده بحال ماريا. وبالفعل انا غير حمق، داكشي علاش شديته وعطيته قتله د العصا قدام التلاميذ كاملين، واخا ما معروفاش عليا ولكن هو اللي قلب عليها. وهنا غتقلب حياتي من واحد فرحان لواحد مضروب باكتئاب حاد، لدرجه اني ما بقيت كنحمل نتلاقى مع حتى شي واحد.
واخا تكون ماريا. كيقولوا باللي الحب كيداوي بزاف ديال الامراض النفسيه، ولكن في حالتي ما شفتش هادشي وما عرفتش فين غنوصل بهاد الحاله. واخا حاولت ندخل في جمعيات ديال الادماج ونهضر مع ناس بحالي، واخا هكا كنبقى انا. بالنسبه لماريا، اول ما رجعت للدار لقيتها في بيتي، بدات كتسولني علاش وكيفاش وشنو هو السبب اللي خلاك تبعد عليا لهاد الدرجه. في نظركم شنو نقول لها؟ واش انا عارف راسي لاش داير هكا؟ فجيتها من التالي وقلت لها انا مريض وما نصلحلكش، انتي بنت زوينه، وكما قال خونا انا ما نستاهلش وحده بحالك. عندي بزاف د العقد في حياتي اللي خلقيت بيهم وما بغيتكش تأذي بسببهم. اللي غنقول لك هو كما تلاقينا خوت نتفرقوا خوت، واخر مره تولي تجي لعندي من بعد خرجت بحالها. هنا غدوز مده فراغ لكثر من سيمانه ما تشوفناش، وللعلم ما بقيتش كنجي للمدرسه حتى هي. مريم ما بغاش دوز هادشي عادي، فكانت كل نهار في هاد السيمانه كتصيفط لي ميساج، ولكن ما كاينش ليا اثار. وجا النهار اللي ما قداتش تصبر فيه وبدات كتقلب عليا في البلايص اللي كنا كنمشيو لهم بجوج، حتى غتلقى طوموبيلتي قدام الواد المعلوم. ولكن هاد المره غيولي بسميتي، لحقاش اختار يخليني عنده على انني نبقى نتعذب في هاد الحياه. سبيتي فيتش، ودابا راني عند الله وكنشوف كل بلاصه خليت فيها ذكرى زوينه مع ماريا وانا فرحان. واخا خليت بزاف د الناس مرات بسببي، ولكن كنبقى غير حمق. حد لهنا غيكون تسالى الفيلم. اتمنى يعجبكم وما تنساوش لايك وسبسكرايب. تشوفوا محسن. بيس.